السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. هنعمل ترند الحطب وهجربها واقول ايه رأيي فيها بصراحة. يلا بينا نشوفوا مقدارنا عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل حاجة عندي هنا نص كوباية لبن بودرة، سكر بودرة، ظرف من الفانيليا، معلقة كده من السمنة او الزبدة اللي متاح عندك. انا صراحة هي كان حاطين زبدة، انا حطيت سمنة، ما كانش عندي زبدة بصراحة. حطيت كمان نص كوبايه من الميه الدافيه وهبدا احطهم. بصوا هنا قوامها يعني خفيف. بعد ما تسيبيها في التلاجة بتبدأ تسقع شوية عندك، قوامها بيتقل أكتر وأكتر. طبعا هنا سبتها كده خلاص. الحليب عملت كده اول حاجه اللي هو الحليب المكثف، سبته كده على جنب. جبت كوبايه كده من اللبن البودره وهدي هنا حمصها. يعني عايزاها اللون الذهبي كده، ريحتها يا دوبك تطلع معايا كده، واللون الذهبي كده اخدناه. بعد كده هنزلها عندي في بوله. دي يا جماعه كوبايه. هبدا هنا خلاص كده هنزلها عندي في بوله، عشان ما ينفعش تسيبيها في الصينيه. مع درجه الصينيه عندك بتلاقيها تاخد لون تاني، واللبن البودره ده حساس جدا يعني بيتحرق بسرعه. طبعا هنا كنت عندي كوبايه كده من البسكوت المطحون. اي نوع بسكوت ساده انت بتفضليه هتطحنيه عندك هنا كويس جدا لغايه لما هيبقى بودره. هنقلبوهم كده لغايه لما يتماسكوا كده مع بعض. وبعد كده هجيب عندي هنا معلقه كده من القشطه اللي هي بتاعه وش اللبن. مش متاح عندك بتاع وش اللبن بتجيبيه علبه كده من بره. خلاص كده ببدا هنا برضو في المرحله دي هبدا اقلب وهنحطه اللي هو الحليب المكثف اللي احنا عملناه مع بعض اول الفيديو. طبعا هو بصوا قوامه بيتقل، وهنا من فوق الجو ساقع بيبدأ السمنة عندي تخرز او الزبدة. تلاقيها من فوق كده عملت حبيبات معاكي، بس بتقلبيها وبتبدا يعني بكل حاجه بتروح لحالها. خلاص كده هنا ببدا احط كده بالمعلقه كده عشان ايه؟ اشوف في الاخر القوام اللي انا عايزين عجينه تماسكه معانا، ولا سايحه قوي ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي. احنا هنا بنبدا نحطه كده بالتدريج عندي زي ما انتم شايفين. خلاص كده هنا ببدا اقلب كويس جدا مع الزبده طبعا، سوري القشطه، مع البسكوت، مع اللبن البودر. كل حاجه بنقلبوها. طبعا هنا بصوا انا بقول لكم حطوا ليه بالتدريج. انا اخر حبه دول حطيتهم ايه؟ يعني حبه كده ايه، يعني زي معلقتين كده ورا بعض او ثلاثه. بقى معايا الخليط سايح جدا. طيب كان عندي بسكوت، رحت طحنه حبه تاني في الكبه. وببدا ايه هقلب لغايه لما امسك عجينه كده معايا ناشفه شويه، مش ناشفه قوي ولا طريه، او هوريكم اللي في الاخر. طبعا انا حطيت هنا زي قد ايه بسكوت، حطيت زي نص باكو كده من البسكوت. طبعا احنا يا جماعه حطينا يعني يا دوبك كوبايه. طبعا هنا خلاص دهنت ايدي دهنه بسيطه جدا من الزيت. وببدا هلف عندي الحلوه بتاعتنا الجميله. هنقطعوها على 4 اجزاء كده عشان ايه؟ الجزء كده ولا كبير قوي ولا صغير قوي، الوسط. ببدا هنا الفها على شكل رول كده، وهحطها على ورق زبدة على صينية كده عشان هندخلوها في التلاجة شوية لغاية لما تماسك معايا. خلاص هنا عندي ورق زبدة او كيس تلاجة عادي خالص، ايه متاح عندك. هنا حطينا كده اهو الحلوة بتاعتنا الجميلة. عايزة اقول لكم بجد هي ريحتها حلوة لغاية دلوقتي، ريحتها حلوة. بس الطعم الله اعلم، احنا لسه ما دوقناش. بس في الاخر هنشوفوها مع بعض وهقول لكم ايه رأيي بصراحة. لو وصلت لغاية دلوقتي ما تنسينيش بلايك من ايديك الحلوة. خلاص كده هنا ببدأ اشكلهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني ولا كبيرة قوي ولا جامدة قوي، يعني الوسط. يعني مش عايزينها سميكة قوي ولا خفيفة قوي كمان، المظبوط. حطيتها عندي في التلاجة لغاية لما تماسكت كده معايا. سيحت عندي شوكولاتة، اي حاجة شوكولاتة بتاعت مطبخ اللي انت بتستعمليها، على حمام مائي او في الميكروويف. خلاص كده اهم حاجه عندي بقى الفرشه. بتبداي تدهني بالفرشه كده عشان يدي معايا شكل الحطب، اللي هو شكل من فوق كده مخشول كده معايا، تبقى شبه الحطب بالظبط. خلاص كده هنا ببدا اعمل الجناب والحروف وكله. انا دهنت هنا كده الاول من فوق، وبعد كده بعد ما تشد شويه، طبعا هو الجو ساقع انا ما حطيتهاش اصلا في التلاجة. الجو ساقع بتلاقي الشوكولاته عندي بتشد بسرعه. قلبتها على الجنب التاني وببدا ادهنها برضو نغلفوها كويس جدا بالشكل. بعد ما غلفتها هنا كويس، هنا بقى يعني هي مش محتاجه تلاجة تاني، هو الجو ساقعه. الشوكولاته عندي شدت معايا. بنبدا كده نقطع على شكل يعني ايه، ناخدوها على جنب شويه. يعني ما تقطعيش كده بمكعبات، لا احنا عايزينها على شكل الحطب بالظبط. يعني بتديها بزاويه كده معاكي بالسكينه عشان تدي شكل الحطب ده، اللي في الاخر هيبقى شكلها تحفه بجد. وهقول لكم بقى الطعم بصراحه، هي طعمها حلو قوي. يعني يعني تحسي ان انت بتاكلي بونبوني من اللي
هو يعني شوكولاته مع بونبوني الغاليه دي ودسمه معاكي يبقى تقيله. هي كانت جوزي، هو جوزي اللي يعني ميز في الحاجه دي. انا بالنسبه لي بصراحه وعجبت جوزي جدا جدا، قال لي بس هي طعمها حلو قوي، يعني شبه البونبوني اللي هو يعني فيه شوكولاته ومن جوه فيه كريمه وكده، يعني طعمها بقى تقيل. هي بصراحه طعمها حلو قوي وما فيهاش اي حاجه بصراحه، بس في الاخر تحسي تقيله شويه، مش يعني تقيله قوي، لا هي تقيله حاجات بسيطه، بس في الاخر طعمها بجد حلو قوي وشكلها لطيف جدا جدا. بس كده كان فيديو النهارده، يا رب عجبكم.